وزارة السياحة والآثار بتعلن نهاية معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف سيدني بأستراليا. المعرض بدأ السنة اللي فاتت في 17 نوفمبر 2023 ولحد 19 مايو 2024 من السنة دي. المعرض شهد نجاح ساحق لأن زاروا أكتر من نص مليون زائر من جميع المدن الأسترالية، واللي كانوا حريصين على استكشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة عن قرب. المعرض ضم 182 قطعة أثرية أهمها تابوت الملك العظيم رمسيس الثاني وعدد من القطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسيون بسقارة. ده غير عدد من المقتنيات من مجموعات متنوعة من المتاحف المصرية، واللي أبرزت بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى ولحد العصر المتأخر، ده من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، ده بالإضافة لبعض التوابيت الخشبية الملونة.